الله في الدعاء. هذا ابن باز رحمه الله تألم فصبر، لأنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. فزاد به الألم، تصبر وصبر وصابر حتى انحنى ظهره رحمه الله تعالى على فخذيه. فجاء بعض كتابه الكبار وقالوا: أحسن الله عليك، ما لا تجد؟ قال: وجع زاد علي وزاد وزاد وزاد، قلت لعله يذهب وما ذهب. قالوا: المستشفى؟ قال: خير إن شاء الله. فذهبوا إلى المستشفى، وإذ رحمه الله بفريق طبي يكشف عليه ويشخص المرض، وإذ بهذا المرض حصاة في المرارة. فقالوا: أحسن الله إليك، لا بد من عملية غدا صباحا الساعة 6. قال: خير إن شاء الله. فلما جاء من غد قيل له: عساك مستعد أحسن الله إليك؟ قال: أبد، الحمد لله أنا طيب الآن وما يحتاج. قالوا: بالأمس تتألم، لا بد من العملية. قال: أبد، الآن اليوم الحمد لله، أمس ألم واليوم ما في ألم، ما يحتاج إن شاء الله. قال: أحسن الله إليك، لعلنا نفعل العملية وتصبر حتى ما عاد يجيك الألم. قال: أبد، ما يحتاج إن شاء الله، ما يحتاج، وإذا صار شيء سهل الله. قالوا: طيب اسمح لنا بس نكشف على موضع الألم. قال: لا بأس، الكشف لا بأس. فكشفوا على مكان الألم فلم يجدوا أي حصاة في المرارة. فأخبروا ابن باز رحمه الله فضحك. قالوا: أي شيء يضحك يا شيخ؟ قال: بعدما قلت لي في عملية استخرت الله ودعوت الله وسألت الله وطلبت الخيرة من الله وتفريج الكرب من الله وتنفيس الهم والغم من الله، وهذه هي إجابة الله، أن كفاني وأغناني عن أي عملية، إنه الله ثم إنه الله. قال رحمه الله: وقد حصل لي هذا عام 1395 هجري، واستخرت الله وأذهبه الله بلا أي شيء إلا حول الله.